بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء. هذا الخطاب هذا موجه إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. بعد الاستئذان أتقدم بالتهاني الخاصة والتبريكات الخالصة بحلول شهر رمضان الأبرك، أهله الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. التمس اليوم من السيد رئيس الحكومة، من السيد الوزير الوصي على القطاع، من اللجنة الثلاثية، من النقابات، من الفاعلين السياسيين، النظر في ملف الموقوفين والموقوفات من رجال ونساء التعليم. كفانا من هذا الأسلوب ونحن في رمضان. عليهم مسؤوليات عديدة، مسؤولية فردية أولا، ثم مسؤولية الأسرة. ونعرف جميعا المصاريف التي يتطلبها شهر رمضان الأبرك. إذن التمس منكم جميعا أن نوقف هذا النزيف، وأن نعيد الأمور إلى حالها الطبيعي، ويتم التفكير في إعادة الموقوفين والموقوفات إلى عملهم القار، وصرف مستحقات هذه المدة التي تم توقيفهم فيها. وعلى هذا الأساس نكون في هذا الشهر الفضيل قد خلقنا التصالح والانسجام مع رجال ونساء التعليم كافة، والموقوفين والموقوفات بشكل خاص، ونكون قد طوينا هذه الصفحة التي طبعت موسم 2023-2024. لقد أعطت الحكومة ووزارة التربية الوطنية درسا قاسيا لكل هؤلاء، وأعلم جيدا أنهم استفادوا أكثر من اللازم. ولكي لا ننسى أو نجعل أنفسنا نتفرج في هذا الموضوع، أغتنمها فرصة باسمي الخاص كإطار عمل بهذا القطاع لمدة 40 سنة، بدءا بالقسم وانتهاء بالإدارة التربوية. حقيقة تحققت مجموعة من الأشياء نعتبرها إيجابية، ولا زالت بعض الحقوق التي نعتبرها مشروعة في طريق التحقق إن شاء الله. شكرا السيد رئيس الحكومة، شكرا السيد وزير التربية الوطنية، شكرا للنقابات التي نطالب أن تلح وتعيد الإلحاح على السيد الوزير من أجل حل هذا المشكل بصفة نهائية. مرة أخرى رمضان كريم، وكل عام والمغاربة بألف خير. تحياتي.